ايه الحكايه يا هندسه؟ النهارده كده معانا عربيه نيو تيجو. العربيه دي نازله من 2017. كان فيها بعض المشاكل في الماستر. العربيه بتيجي تدوس فرامل على المفاجئ، الماستر ما بيسعفكش. فاحنا كنا بنتفق مع العملاء او بنبلغهم يا جماعه نخلي بالنا مع دوسه الفرامل، نسيب مسافه امنه بيننا وبين اللي قدامنا. واغلبيه الحوادث العربيات دي، وحتى لو نسال اغلبيه ملاكها، هي حوادث اماميه مش خلفيه. بس النهارده كده عندنا حاله مختلفه، وهنسال بقى المهندس رامي هو اللي استلم العربيه من العميل ونشوف قال له ايه الحادثه دي ازاي يا هندسه. مساء الخير على حضراتكم. النهارده العربيه دي حصل فيها تصادم من الخلف، تصادم خفيف. قائد المركبه ما قدرش ان هو يسيطر على العربيه، ادت الى تصادم في الكتل الخرسانيه، عملت مشكله في فرده الشاسيه الشمال، وعملت تلفيات في الجنب اليمين بالكامل. ان شاء الله رب العالمين ربنا يقدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نقدر ان احنا نرجع العربيه دي للعميل زي ما كانت واحسن بفضل الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله يا باشمهندس حميد ربنا يكرمك وتقدر تعمل الموضوع بتاع مصر الفرامل ونحافظ على العربيه بعد كده ان شاء الله. طب انا المعلومات اللي دي من اسهل العربيات تضرب الباكات، الكلام ده صح ولا ايه؟ بص، هو موضوع الايرباجات ده في كل العربيات، بس هي القصه بتبقى فرق الكبسوله موجوده في انهي جزء في العربيه. تمام. هي التصادم حصل في الجزء اللي فيه الكبسوله بتاعه العربيه، فادى الى فتح الايرباجات. وبفضل الله سبحانه وتعالى هنخليكم تصوروا العربيه دلوقتي المنظر فيها عامل ازاي، وان شاء الله ربنا قدرنا بعد ما تخلص بفضل الله سبحانه وتعالى هتلاقي مفيش اي اثر لفتح الايرباجات، وشغال مش زي ما في ناس بتعمل تحط مقاومه عشان بس تطفي اللمبه. لا، احنا بنرجع نخلي الايرباجات تشتغل، والحمد لله رب العالمين بسعر مناسب. هنكود الكنترول يعني نظبط الدنيا دي. طبعا. طب دلوقتي هندسه من 2019 بقول لك في الشغلانه دي، وكان معايا نفس العربيات دي بيجي لي كتير حوادث يعني. كان في سمكريه تحب تفتي وتقول لي مش هنشيل الموتور وهنشد الشاسيه على كده ونمشي العربيه على كده بدل نفك موتور وفتيس وبتاع ووجع دماغ. ايه رايك ايه في القصه دي؟ بس بما يرضي الله. بما يرضي الله، بس اسمح لي انا معلش اتحفظ على اللفظ بيفتي، وكل واحد ليه وجهه نظر. لكن خليني اقول لحضرتك ان الشغل السليم والشغل الصحيح ان العربيه دي لازم يطلع الموتور بتاعها والفتيس عشان اقدر اخد مقاسات فرد الشاسيه مظبوطه. تمام. عشان بعد كده ما يحصلش المشاكل اللي بتحصل لما بنشد العربيه والموتور والفتيس فيها. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ تلاقي في مشاكل وانت ماشي، تلاقي العربيه فيها تزنيق. تمام. طبيعي ان بيحصل تاكل لقاده موتور قاده فتيس، تيجي بقى تشيلهم وعشان تغيرهم وتيجي تركبهم، بنسميها بتركب على عاصي وبتبقى فيها مشكله، تفضل العربيه مزنده. طب احنا ايه اللي يخلينا نفضل بقى بلفيهات نشد وبتاع ونظبط الكلام طبعا ده؟ انت سيدي عارفين يا باشمهندس. فطبعا احنا بنعمل ايه؟ الصح صح. تمام. احنا بنطلع المكنه والفتيس، نبتدي نظبط شغلنا، نظبط مقاساتنا، قواعدنا مظبوطه، وترجع الحاجه تركب زي ما كانت. وبفضل الله سبحانه وتعالى الامور ترجع طيبه، وربنا يستر يا رب طريق الناس كلها. صحيح عايزين نشتغل بس مش على حساب ارواح الناس. طب سؤال اخير يا هندسه، دلوقتي احنا كنا زمان لما بيجي لنا عربيه زي دي كنا بنستنى يجي لنا عربيه شبهها عشان ناخد المقاسات. انت بقى الاستاندرد بتاع الشغل ده موجود عندك بالماسوره ولا مش موجود؟ بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الحمد لله ربنا يديم علينا نعمه. لا يعني انا هقول كلمه يعني ممكن الناس تهزر وتتريق عليها. ده كلام مهم على فكره. انا اسلم العربيه دي على ميزان ليزر. تمام، يعني احنا مش هنستنى يجي لنا شبهها وناخد مقاساته. لا الكلام ده كده المقاسات موجوده يعني. لا احنا مش ناس هواه بفضل الله سبحانه وتعالى يعني. تمام يعني. العربيه ليها مقاساتها بفضل الله سبحانه وتعالى. اتحدى بيها يدخلوا بيها توكيلاتها ويشوف الوضع عامل ازاي. الله ينور يا هندسه، ربنا يبارك لك يا رب. بجد الله ينور عليكم، شكرا ربنا ليك. يبارك لك يا هندسه. ربنا يستر شكرا طريقك. يا باشا. مع السلامه.